برحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني أرحب بضيفي أستاذ محمد الهواري الناقد الرياضي بالأهرام. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك. الله يسلمك. بالتالي حضرتك شفت جزء من مباراة الزمالك والمصري، يعني أداء الفرقتين عامل إيه في حاجة غريبة قوي، يعني الزمالك بيأدى الشوط الأول رائع جدا، أكتر من فرصة لعبد الله السعيد والزيزو فيهم واحدة في القائم. يعني أحمد مجدي مشي جوميز، احمد مجدي هو اللي بيدير، فالزمالك احسن من احمد مجدي ولا ايه؟ ما اعرفش يعني. هو عامل الشوط الاول كويس جدا. المصري يمكن ما رجعش المباراه غير في اخر ربع ساعه، انما النص ساعه الاولى كانت كلها معظمها يعني او الغالبيه فيها فرص لنادي الزمالك، وعامل جيم كويس جدا ما شاء الله. عبد الله السعيد يعني تحسي ان هو شباب مأدي كويس جدا، وزيزو عامل مباراه كويسه، والونش عمل مباراه كويسه. فالزمالك كان في الشوط الاول كان كويس بصراحه، يعني الغالبيه العظمى يعني في الشوط وهو احرز هدف اهو في الشوط الثاني عن طريق زيزو. فاضل حوالي ثلث ساعه تقريبا. فاضل ثلث ساعه بالوقت الضايع، ممكن يكون اكتر. فهو المجموعه حالها اتشقلب شويه لما انيمبا فاز على بلاك بولز الموزمبيقي، فاخد 3 نقاط واخد نقطه من الزمالك بقى 4 لما تعادلوا. فديت علامة خطر، ما ممكن يفوز على برضه بلاك بولز هناك ويجي يعمل مثلا يلعب مع المصري برضه يعمل نتيجة، ويلعب مع الزمالك هنا برضه ممكن يعمل. فهي أنا يعني عايز الزمالك والمصري إن شاء الله يعدوا يعني. فلازم الفرقتين يراعوا الحتة دي لأنها مهمة جدا. وجود فريقين من مصر بيبقى سلاح ذو حدين، إزاي إن إحنا نعدي إحنا الاثنين. فديت طبعا كل فريق عايز يفوز، لكن احنا كمصريين عايزين فرقتين يعدوا ويوصلوا لربع النهائي ان شاء الله في الكونفدراليه. مين الاكثر استحواذ؟ مين ليه السيطره الاكثر؟ كان الزمالك الاكثر استحواذ، وعدد التسديدات كانت اكتر، يعني تقريبا 10 مقابل 4 تقريبا. الاستحواذ الزمالك كان معدي اكتر من 60%. فالشوط الاول معظمه لنادي الزمالك اللي انا شفته، يعني الجزء اللي انا شفته. المصري يعني تحس اني ما رجعش في المباراه غير من الربع ساعه الاخير في الشوط الاول. ولذلك الزمالك يعني بلور تقد يعني السيطره على المباراه بهدف لاحمد السيد زيزو. من امتى زيزو ما سجلش؟ الحمد لله على السلامه. بس يعني لسه المصري والزمالك متقابلين في الدوري المصري، والزمالك خسر من المصري. ده مش المره دي بس، ده كل ده 3 4 مرات والزمالك يخسر من المصري. يمكن ده لو تحقق يعني يبقى اول فوز من فتره كبيره. مصري مع علي ماهر، مدرب كويس. علي ماهر عامل جيم كويس، وهو عنده سكواد كويس. يعني المصري عنده سكواد كويس، يعني فخر الدين بن يوسف الشامي، لا عنده تحس انه في فرقه جامده عنده يعني. وعلي ماهر مدرب كويس، والمصري نادي جماهيري يعني شعبيته طاغيه بورسعيد. فبرضه من الفرق العاليه، يعني الفرق الشعبيه زي الاتحاد زي الاهلي زي الزمالك زي الاسماعيلي، الفرق الشعبيه ديت ليها جمهورها. هننتظر نشوف النتيجه خلال حلقتنا هيكون نتيجه المباراه إن شاء الله. احنا يعني نتمنى ان الفرقتين هم اللي يبتدوا، هم اللي يصعدوا ويكونوا هم اللي مكملين الفرقتين المصريين الحقيقه، الزمالك والمصري. هروح لمباراه الامس، ومباراه النادي الاهلي الحقيقه فيها دراما كتير جدا. كل مره بيروح فيها الاهلي على المرمى بيضيع. كل مره بيروح فيها باتشوكا على المرمى الشناوي بيصد. ده كان أثناء المباراة. بعدين بدأنا تاني الوقت الإضافي مع إرهاق شديد جدا بقى لحالة اللاعبين بشكل كبير جدا. وبعدين وصلنا لركلات الترجيح اللي كان فيها دراما، يعني إنه الناس بدأت تحتفل مع أول ضربة وثالث ضربة لباتشوكا، اللي هي يعني الثانية كانت للأهلي، الأولى والثالثة باتشوكا. خلاص الناس بدأت تحتفل إن الأهلي موجود، إن الدنيا تنقلب بالطريقة دي. معظم الناس كانت مصدومة. طيب عايز قبل ما اتكلم في مباراه الاهلي، عايز بس نبعت من خلال برنامجك وحضرتك تهنئه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بجائزه التميز من قبل الاتحاد الافريقي كاف على غضض الحفل اللي هيقام غدا ان شاء الله في مراكش 9 مساء، يعني توزيع جوائز 2024 للافضل، افضل مدرب، افضل لاعب. طبعا هنتكلم في النقطه دي بالتفصيل، بس التهنئه وجبه لانه
اسهم في البنيه التحتيه الرياضيه في مصر، واحنا شفنا المدينه الرياضيه اللي معموله في العاصمه الاداريه طبعا. فمليون مبروك سياده الرئيس، وحاجه مشرفه. طبعا الدكتور اشرف صبحي هيسافر المغرب او كان سافر يعني، هيتسلم هو الجائزه نيابه عن الرئيس من رئيس الاتحاد الافريقي متسبي. ديت في الاول. نيجي لمباراه امس بقى، والله انا ما عايز اتكلم عنها. مباراه امس يعني حاجه يعني يمكن ما تحصلش كتير. تخيلي نسبه الاستحواذ للاهلي 54 او 56، هم حاجه و40، بتشوكه حاجه و40. طيب يعني ان انا ضيعت في الشوط الاول لا يقل عن 3 اهداف، وفي الشوط الثاني كره كهرباء الانفراد انت والجون، بلاش دي كره قفشه اللي هي خدها يعني على طول ديت، دي جون. فامبارح يعني احزننا كلنا والله. هي دي الكوره اللي ضيع يستاهل. فاول ضربتين جزاء صدوا الناس بتقول لهم يا جماعه لسه والله يعني برضو مش مضمونه. حصلت مع الزمالك، كان بيلعب ماتش سوبر مع الاهلي، وكان ايامها احمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، اعتقد كان حسام حسن مدير فني، واول ضربتين صدوهم من الاهلي. بعد كده الاهلي خد بطوله السوبر. ده كان سنه كام؟ ده انت بتقول حسام حسن، ده احنا لا، ما هو حسام حسن مسك ولايتين، مسك في 2008 والزمالك كان بيعاني وجابه من المركز ال 14 للثاني. تمام صحيح. ومسك ايام مستشار مرتضى منصور، وعمل مع الزمالك يعني مباريات كويسه، وجاء كان قاب قوسين او ادنى انه ياخد السوبر يعني، ولكن للاسف الزمالك خسر السوبر. كان اخر ضربتين اعتقد كان محمد عبد الشافي وحازم امام. المشكله هي يعني عايز اقول لك يعني بالمناسبه يعني انت حضرتك بتقصد ان ده اتكرر قبل كده مع الزمالك، ان فكره انك انت تفرح في بدايه ركلات الجزاء العبره بالخواتيم بيأثر ده على اللعيبه لما تبتدي تفرح قوي كده في ضربات الجزاء، بيأثر على بعد كده حسب خبره اللاعب. يعني مثلا في لعيبه خبرات. السوليه ده لو شات مكان كهرباء كان جول. خبرات 35 سنه السوليه، لكن متمكن، لاعب عنده شخصيه ولاعب عنده خبره. شخصيه اللاعب وخبرته هي الاساس في حسم ضربات الجزاء، وان هو ما يبقاش مهزوز، وان هو واثق من نفسه هيلعبها ازاي ومتمرن عليها كويس، وكل ده طبعا وشغل مدربين في التدريب وكده يعني. لكن هي لو لاعب يعني خالد عبد الفتاح ما عندوش خبرات، عشان كده تحس انه كان داخل مهزوز. طيب كهرباء الثقه بالنفس ازيد من اللازم، برضو سلاح ذو حدين. عمر كمال عمر كمال كان يعني تحسيه برضه انه مهزوز، مش وممكن الجهد البدني الغير عادي اللي في المباراه يعني برضه تحس ان في جهد. انت بتلعبي اكسترا تايم ومباراه قدام فريق كبير. بس على فكره باتشوكا، تخيلي ان باتشوكا بقى في المركز القبل الاخير في الدوري المكسيكي، يعني مونتيري متصدر، باتشوكا في المركز قبل الاخير. ف يعني بضلك يعني ما اعرفش والله يعني صراحه. يعني كلنا كنا نامل ان الاهلي مش هتيجي الفرصه دي تاني، ان الاهلي قابل ريال مدريد في نهائي الانتر كونتيننتال وابطال القارات، بطوله التحدي، كاس التحدي، لكن ما فيش نصيب. وانا حاسس كده يعني اقولها ولا بلاش، ان ايام مارسيل كولر بدات تقل في الاهلي. تفتكر؟ اعتقد ذلك. الاهلي دايما يعني ما بيتعاملش من خلال مباراه يعني. او حتى بطوله، لا هو بيستنى انه يعني بيستنى شويه على المدرب، ما بيستعجلش. بص يا استاذه سماح، بيستنى شويه، لكن جماهير الاهلي هتصبر. انت داخل على في 2025 عندك بطوله العالم للانديه، وعندك دوري المجموعات. دوري المجموعات مش سهل برضه، دوري المجموعات في دوري الابطال. الترجي خسر امبارح، وانا كنت حزين. الترجي بيراميدز خسر من الترجي، كنت حزين ان هو كان في امكانه حتى على الاقل يتعادل، لكن بيراميدز عنده ظروف. فدوري الابطال مجموعات عايزين الفرقه المصريه تعدي ان شاء الله لربع النهائي وتكمل للوصول للنهائي ان شاء الله وتفوز بالبطوله. طيب هرجع تاني، المشاحنات اللي بدات بين الجماهير واللعيبه هيبقى تاثيرها قد ايه على الاهلي؟ يعني هو الاهلي بيعرف يلم الدنيا. اداره الاهلي وجهاز الكوره دايما عودونا ان لما في مشكله ما بتطولش، يعني بتخلص بسرعه، تنتهي بسرعه.
وجماهير الاهلي دايما في قدام عينيها الاهلي الاول. الاهلي يبقى البطوله، ما يخسرش، ما ينفعش يخسر، ما ينفعش يخسر حتى لو كان بيلاعب مين. فاعتقد المشكله ما تطولش يعني بين المشاحنات اللي حضرتك بتقول عليها، لا ما يعني وقتيه يعني مش هتستمر، لان في استقرار في الاهلي، في اداره قويه، في جهاز فني، في مدير كره كابتن محمد رمضان. لكن انا احساسي بيقول لي ايام مارسيل كولر في الاهلي قليله. ده اجتهاد مني ونتقابل يعني الحلقه الجايه ان شاء الله. لو قلنا انه ممكن الاداره تفكر زي ما حضرتك بتقول كده، وان الايام اللي جايه الكولر هتبقى قليله، مين اللي هيتولى بقيه الموسم؟ مصري يعني حد من ولاد النادي الاهلي، ولا برضه هيبتدي البحث مره اخرى عن اجنبي؟ ممكن حد من النادي الاهلي زي ما حصل مع حسام البدري قبل كده، محمد يوسف قبل كده، كان ما كانش في اول الموسم، كان في نص الموسم. حسام خد بطوله ومحمد يوسف خد بطوله، ومحمد يوسف خد بطوله افريقيا وحسام البدري خد بطوله افريقيا. فلا اولاد الاهلي ما شاء الله يعني، الاهلي عنده سكواد مدربين برضه. وبعدين حتى لو مدرب لنهايه الموسم بيبقى في التفكير في مدير اجنبي على مستوى عالي، يعني يناسب النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما امكانياته عاليه، وممكن يجي مدرب اجنبي. لكن الغالبيه يعني ده رايي الشخصي ان لو كولر مشي هيتولى المسؤوليه جهاز من ابناء النادي الاهلي. زيزو قبل كده مسك، حسام البدري قبل كده مسك برضه لما كان في فتره يعني فتره انتقاليه. محمد يوسف قبل كده مسك، وعملوا نتائج رائعه مع النادي الاهلي. لكن ده بيبقى بصوره يعني مش مستمره، يعني مش هيستمر الموسم الجاي، لا يبقى نهايه زي ما حضرتك بتقول نهايه الموسم ده اذا حصل يعني. ومارسيل كولر الاهلي استغنى عنه. لكن الوقت ضيق، انت داخل على يعني اكثر من بطوله، عندك بطوله الدوري، وعندك عفوا عندك دوري الابطال، دوري المجموعات، وعندك كمان البطوله المهمه جدا، ده انت هتقابل ميسي في 2025 اللي هي ابطال بطوله العالم، كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه. طيب ايه استفاده الكره المصريه من مشاركات الاهلي في البطولات؟ طيب اولا احتكاك قوي للعيبه، يرفع مستواهم الفني والبدني، يعود على المنتخب. المفترض ان مشاركه الاهلي في البطولات بعمل احتكاك مع انديه ومدارس كرويه مختلفه، وده المفترض ان بيبقى عندي سكواد في المنتخب. يعني لو عندي 6 من الاهلي لعبوا كاس عالم، ده طبعا خبرات، في استفاده. لكن الشيء العجيب في الامر يعني ان ده ممكن يسبب له اجهاد، لان اللاعب المصري استاذ السماح يمكن تتفق معايا ما يستحملش المشاركات كتير قوي في بطولات كتيره. يعني شفنا في امبارح برضه كان في اجهاد واضح جدا يعني، رغم ان الاهلي جاي هي لعب المباراه دي بس، انما باتشوكا لعب مباراه مع بوتافوجو البرازيلي. فيمكن هي الحته ديت عند بعض اللعيبه مش عند اللعيبه كلها. تمام. فيعني الكره المصريه تستفيد في احتكاك. طبعا لو لاعب ريال مدريد انت بقى ده العالم كله يتفرج عليك، يتفرج على فرقه من مصر ويشوف لعيبه مصر مع ريال مدريد، كنا نتمناها بصراحه يعني. لكن ما حصلش نصيب، هارد لك يعني، والقادم ان شاء الله احسن للاهلي ومجلس ادارته وجماهيره. صحيح. طيب هروح لنادي الزمالك، وفجأة جوميز بيسيب نادي الزمالك وبيتولى كابتن أحمد مجدي. لكن جروس ممكن يعمل إيه مع الزمالك وهو موجود النهاردة وبيتفرج؟ جروس 70 سنة، كنا بنقول على فريرة كبير، لا هم المدربين الأجانب يعني مش السن بالنسبة لهم مش ما بيكبروش قوي يعني. فجروس بيملك خبرات. جروس مشكلته حاجة واحدة بس، بيثبت التشكيل، تغييراته في اضيق الحدود، بس بيصنع لاعب. فاكر عبد الله جمعه عمل منه باك ليفت ما حصلش، كان عندنا مشكله في الباك ليفت تمام، او في مشكله في نادي الزمالك يعني، عمل منه باك ليفت عالمي. بس للاسف بعد كده عبد الله جمعه ما كملش، كان حلو جدا، وكان المنتخب كان بينادي ويدخل المنتخب، وكان فجروس هو بيتفرج النهارده كل حاجه قدامه، فرقه اللي عاملين جيم كويس،
فرقه كويسه، متقدمين لحد دلوقتي. اعتقد انه ممكن يكون عدينا الدقيقه 80 دلوقتي. تمام، هنشوف اللي احنا في الدقيقه كام في المباراه يا لكن جماعه. اعتقد النتيجه هي 1-0، لكن عايز اعرف 1-0 الدقيقه 89. تمام، طب خلاص على وشك يعني. لكن عايز اقول لك يعني، طب هو كارتيرون قبل كده مشي ليه؟ طب باتشيكو مشي ليه؟ طب جوميز مشي ليه؟ وهو نادي الفتح السعودي ده عنده امكانيات يدفع لجهاز باتشيكو 250,000 دولار كل شهر. ده راجل ده متزايل للدوري السعودي. طب اراهنك بقى، اراهنك على العشاء، اعزمك على العشاء يعني. تمام. انه ربنا يخليك، انه جوميز في يناير هيمشي. تفتكري تقول محمد يا هواري انت قلت انت راهنتني كسبتك الرهان، لو قعد لو مشي بقى انا اللي اكسب. تمام، اراهنك انه هيمشي في يناير، مش هيكمل في الفتح السعودي. والكلام ده انا يعني واثق منه. هو مش عايز اقول كوبري يعني، لا هي حته كده بس عشان خاطر ايه، الراجل اللي عامل بدا بصماته تظهر، رغم انه في الاول من البدايه ما كانش غير مشجعه. بدايته مع الزمالك ما كانش مشجعه، لا بعد كده بقى بدات بصماته تظهر. عنده كره هجوميه، كان في مشاكل في الدفاع شويه، لكن هو السكواد اللي عنده كده. ما هو انت لما يغيب المسلوسي مش لاقي له بديل، غير حسام عبد المجيد يلعب الزناري برضه ايه، مع احترامي طبعا لكل الاسماء يعني. لكن هو كمدرب ليه بصمه، تحس انه فعلا يعني عنده برضه فكر. احيانا ما بيقراش الملعب تغييرات، لكن في النهايه كورته هجوميه. وهي العالم كله دلوقتي يا استاذه سماح الكره هجوميه فيه. خلاص بقت الطريقه تعمل حيطه ولد والكلام ده خلاص ما عادش بقى. دلوقتي بقت الكره تكتيك وهجوم، وازاي تغير، وازاي تعمل هجمات مرتده كل ده خلاص. حته تعمل حيطه ولد وقفل ورا والكلام ده ما عادش ينفع خلاص. لكن كان الراحل الجوهري الله يرحمه عملها في 90 لدرجه مدرب ايرلندا كان هيتجنن. لكن هو ما كانش حل قدام الجوهري غير كده، كان لان انت بتلاعب ابطال عالم. فخلاص الفكر ده بدأ يتطور، بقى اصبحت الكره هجوميه، الكره الدفاعيه قليله جدا دلوقتي. فاعتقد انه جروس يعني بس يختار، هو يسيبوه يختار الجهاز اللي معاه، والناحيه الماديه ما تتاخرش عند اللعيبه كتير وعند جروس كتير، الدنيا تمشي في نادي الزمالك. لكن الزمالك عنده مشكله ماديه برضه مش تبقى عارفه. هتستمر برضه. طبعا ما هو مش بسهوله يعني. فهو يعني في دوري المجموعات لو عدى النهارده من مصر خلاص يبقى محتاج مثلا مباراه ثانيه، يبقى ايه، يبقى بعد كده بقى جروس بقى يبتدي بقى يفكر هيعمل ايه، وفي اقرب فتره توقف يعمل لهم زي معسكر صغير كده ويعيد الامور لنصابها يعني. لكن هو الزمالك ماشي كويس، حتى في الدوري ماشي كويس حتى الان يعني. هو جوميز مشي بس الزمالك ماشي كويس، لكن مشيته ديت ممكن تاثر على الفرقه، ممكن تؤثر، ولا ممكن تعمل صحوه تانية مختلفه، انه لما بيجي مدرب جديد دايما بيبقى له صحوه مختلفه. تمام. وحضرتك عشان يعني مثقفه رياضيا بتتكلمي بفكر عالي، ممكن تعمل صحوه، لكن هو هياخد فتره حضرتك علشان يعرف امكانيات كل لاعب. هياخد فتره، ما اعتقدش ان الفتره ديت هتبقى قليله يعني، لان برضه غير الفرقه اللي كان بيدربها قبل كده. فجروس هياخد فتره عبال ما يتاقلم مع اللعيبه. انا كنت اتمنى استمرار احمد مجدي معاه، لان ما ينفعش احمد مجدي يمشي. احمد مجدي مفيد جدا في نادي الزمالك الحقيقه جدا حقيقه. هو ولد مؤدب وخلوق والله يعني، لكن كون انه يمشي برضه مش كويسه عشان نقول لنا ولا علينا يعني. كون ان هو يمشي مش كويسه، لكن هو مدرب كويس جدا وخلاص اللعيبه عارفاه وفاهم يعني. لو وجوده مع جروس مهم، خاصه مع انه عنده عامل اللغه، وده مهم جدا، مش موجود عند المدربين المساعدين قوي في مصر يعني. فيهم ما عندهوش عامل اللغه. فيعني الفتره اللي جايه الزمالك كمان يحتاج في يناير تدعيم في 3 مراكز لازم يدعموا. زي ايه؟ اعتقد يعني زي ايه، وجهه نظري ولا لا وجهه نظر حضرتك طبعا. وجهه نظري حراسه المرمى، لان صبحي مش في مستواه، محتاج حارس مرمى. لانه عنده عواد احيانا بيحصل ضرب زي ما حصل كده في مباراه انيمبا. شفت الغلطه ضيعت الدنيا، جابت الجون الثاني على طول، دخل جون والجون الثاني بعد كده بقى سهل. الشناوي محمود الشناوي ولد كويس جدا،
لكن اذا استعاد محمد صبحي مستواه يبقى الزمالك مش محتاج، لكن في ظل واضح ان مستواه متراجع. في الدفاع محتاج قلب دفاع ضروري، ضروري جنب الونش وجنب المسلوسي وجنب عبد المجيد، حسام عبد المجيد. في نص الملعب محتاج برضو واحد وسط ملعب يكون مسمار في نص الملعب، لان دونجا ممكن يتصاب. طيب شحاته، ما هو لازم برضو حد تاني معاه. ومحتاج مهاجم قوي مع الجزيري ومع منسي. لا، وحسام اشرف واضح انه لسه ما استعادش مستواه كامل، محتاج مهاجم قوي. دول الثلاث مراكز وجهه نظر انا اللي محتاجين الثلاث اماكن يعني في النص وفي الهجوم وفي الدفاع. وحراسه المرمى حراسه باربع المرمى اماكن. يبقى اربعه. تمام. دول انت كده يعني محتاج يدعم العمود الفقري بتاع الفرقه كلها على بعضها. ديت عناصر اساسيه. ما هو في الملعب في يعني اماكن او عناصر اساسيه تغييرها صعب. حراسه المرمى، قلب الدفاع، ولاعب الوسط المدافع الديفندر، وراس الحربه. لكن الطرفين ممكن واحد يلعب طرف، لكن دول اسمهم يعني عناصر اساسيه، حتى تغييرهم بيبقى في اضيق الحدود لما يجي مدرب يغير لاعب اثناء المباراه. طيب المصري بعد يعني المباراه انتهت خلاص 1-0 لنادي الزمالك. المصري بعد هزيمته النهارده هيبقى الجدول ازاي؟ هيبقى الزمالك 7، المصري وانيم ب4، بلاك بولز لا شيء. الزمالك 7. طيب كنت اتمنى الحقيقه ان كان يبقى معانا الجدول. الزمالك 7. ما هي واضحه، كان دي 4 خد 3 بقى 7. الفرقتين التانيين لعبوا. فرقه بقت 4 اللي هي انيمبا، وبلاك بولز الموزمبيقي بقى 0. تمام. طيب هروح لبيراميدز. وبيراميدز حضرتك لسه كنت بتقول هزيمته من الترجي. المشكله انه بيراميدز يعني حاله مذبذب شويه. يعني قلنا طب محتاج يحقق بطوله، حقق كاس مصر، ولكن في غياب الكبار. لكن كل شويه بنبص نلاقي. انا كنت مع حضرتك الحلقه وقلنا اتفقنا في النقطه دي، ان هو في غياب الكبار صعب ياخد بطوله. لا، هو خد بطولة كاس مصر في غياب الكبار. ايوه، ما انا بقول لك والزمالك في وجود الكبار. حضرتك تقصد حضرتك تقصد في وجود الكبار صعب ان هو ياخد بطولة. بيبقى اداؤه مذبذب شويه، تلاقيه تمام وماشي على خطه ثابته، وبعدين شويه تبص تلاقيه بيتراجع مره اخرى. ايه اللي حاصل معاه؟ اللي حاصل بص اقول لك على حاجه. بيراميدز مشكلته ما فيش جماهير. يعني الزمالك النهارده الجماهير كان هيخسر مره رابعه من المصري، خسر 3 مرات قبل كده ولا 4 مرات، هيخسر مره ثانيه، فكان الجماهير عامل ضغط. فدي المشكله. لكن هو عنده سكواد كويس جدا. اعتقد انه الفتره اللي جايه ممكن بيراميدز كان عنده اصابات يفوق شويه يعني. لانه ما عندهوش، طالما خسر بره بقى ماتش دي علامه خطر. والترجي هنا مش هيبقى سهل برضه في مباراته هنا. فاتمنى ان بيراميدز يعني يكمل ويوصل لربع النهائي بس. ولكن هو القصه انه المدرب حتى نفسه مدرب كويس والاداره كويسه. انت عايز ايه؟ فلوس بتاخدها اول باول. ده يمكن اكتر نادي اموره الماليه مستقره اكتر من الاهلي والزمالك. فلازم لازم اللعيبه تحس بكده، ويبقى محتاج مدير كوره قوي. وجهه نظري انا مدير كوره قوي، زي ما الزمالك برضه محتاج مدير كوره قوي، مع احترام كابتن عبد الواحد والله كل الاحترام ليه، يعني زي دكتور محمود سعد كده شخصيته قويه. طب يعني لو قلنا كده عبد الواحد مقصر في ايه؟ بعض اللعيبه يعني لازم يقفل شويه. ما ينفعش في اخبار تتسرب. احيانا في اخبار كتير بتتسرب عن التشكيل وعن وجوميز عانى من النقطه دي. يقفل محتاج يقفل على الفرقه شويه. لكن هو طبعا نجم كبير وحارس طبعا من اساطير حراس المرمى في مصر يعني. فلا، محتاج مدير الكره ده يقدر يقفل اي مشكله ما تطلعش تحل، ما تطلعش بره غرفه الملابس خالص. لكن يعني التشكيل كنا بنتسرب، وواضح ان يعني في مشكله في الزمالك في حته الاخبار. كان لازم فرقه تقفل عن نفسها اكتر من كده برضه. طيب يعني
يعني مش عايزه يعني احس انه عبد الواحد مقصر، لانه لا انا ما قلتش هو الحقيقه بيحاول ان هو يعمل اللي عليه، بيجتهد يعني. لكن هي الفكره في انه زمان كنت بتقدر تقفل اكتر على اللاعبين، لانه ما كانش فيه كل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. كانت اخر الموضوع انك بتشيل التلفزيون، بتشيل الموبايل. طب انت عملت بعديها بقى بتشيل التلفزيون، بتشيل الموبايل بس خلاص يعني. لكن لا، دلوقتي في اكثر من حاجه، والدنيا منفتحه على اكثر من حاجه. دلوقتي بقى السوشيال ميديا ده قبل اي وسيله اعلاميه، سواء مثلا قناه تلفزيونيه او موقع او جورنال ورقي، هتلاقي السوشيال ميديا انتشر بطريقه غير عاديه، وده اخطر حاجه والله. وبمناسبه السوشيال ميديا والاعلام، انا عايز برضو يعني لو في فرصه نناقش الجزء الاعلامي. اتفضل. تخيلي بقى القرارات الاخيره، احنا خلصنا اهلي والزمالك ولا لسه في كلام بيراميدز ولا لسه في حاجه ثانيه؟ احنا زي ما حضرتك عايز، ما عندناش مشكله طبعا، الموضوعات مفتوحه بالنسبه لنا. انت عارفه انا بسعد مع وجودي مع حضرتك دايما. ربنا يخليك يا رب. بصي تخيلي قناه النيل للرياضه، اول قناه او اكثر قناه مطبقه القرارات الاعلاميه الاخيره بقياده المحترم خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للاعلام. الساعه 12 بعد الساعه 12 برامجنا بتخلص. الاستوديو التحليل انا ما بقعدش اكتر من ساعه. فقره تحكيميه مع احترام كابتن وائل الاستاذ وائل زميلنا، خلاص ما فيش قناه تحليل تحكيم. احنا هنا في التزام. طب بس اتمنى انه يطبق على كل القنوات. وبالمناسبه يعني بمناسبه الاعلام، يعني بنبارك لزملائنا في لجنه ضبط الاداء الاعلامي، وكنا بنطالب بيها استاذ سماح من زمان. طبعا حضرتك كنت برضو بتطالب بالحته دي برئاسه المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدوله، وفي العضويه بقى كابتن الاستاذ ايمن ابو عايد والاستاذ ايمن بدره وابراهيم ربيع ودكتور فضل الله، واعتقد في حد تاني معاهم يعني. في استاذ ايمن بدره واستاذ ابراهيم ربيع واستاذ ايمن ابو عايد. صح كده، هم الثلاثه. صح كده، هم الثلاثه. هم الثلاثه طبعا فطاحل في بنتمنى لهم التوفيق. وايه قال لك هنشوف كل البرامج، خلاص هم متفرغين. ده كنا محتاجينها من زمان، عشان اللي بيحصل في الفضائيات وبعض القنوات ده ايه ده مش شغل اعلام خالص. عشان كده برضو السوشيال ميديا هيبقى عليها رقابه، مش هتمشي كده الامور سبهلله يعني. وكل قرارات المجلس الاعلى للاعلام اللي انا قلت عليها حضرتك، النيل للرياضه سبقها وكانت مطبقاها. شفت المهنيه بقى؟ والله مش عشان انا موجود هنا، والله قلتها في غيابكم، مش عشان موجود هنا. لا، هو علشان ولاد التلفزيون المصري دايما احنا يعني احنا متربيين على كده ومتعلمين كده وماشيين على الميثاق الاعلامي يعني من اول ما بدانا. المهنيه فيعني الموضوع المهنيه ده موجود عندنا، ما يعني لا ينضب ابدا من عندنا، ما بيتغيرش، هو موجود وسيستم ماشيين عليه. بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله موفقين، وهنشوف مرحله اعلاميه مهمه جدا. المفروض ان هذه القرارات تطبق من يناير ان شاء الله باذن الله. فاتمنى لهم التوفيق. المحترم خالد عبد العزيز حاجه يعني ما شاء الله، دقيق في شغله. جدا طبعا. جدا. فاعتقد الفتره اللي جايه بقى مختلفه اعلاميا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خلاص نقفل الملف ده، نروح للملف الثاني هم بعد اذنك. اقول كلمه بس الحقيقه عن يعني سياده الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز. لما جيت اولى كان في ناس بتقول لي طب هو كان وزير سابق للشباب والرياضه، انتوا اعلام. فقلت لهم الحقيقه انه من خلال خبرتي في انه يعني وهو موجود كوزير للشباب والرياضه كنا بنعمل برامج كتير جدا. الحقيقه كان بيكون ضيفنا في احد الصحف، هو عمود. تمام. كان بيكون ضيفي في الحلقه في النيل للرياضه. فكان دايما خلال الحلقه بياخد باله كويس جدا من ايه التقرير اللي بيتذاع قدامه، وايه اللي انا بقوله، وايه اللي يعني مين بيجيب ايه علشان نقعد فين، والاضاءه ايه، يعني بياخد باله جدا جدا من كل التفاصيل. وفي مره من المرات قال لي ان التقرير اللي بيتذاع مش مناسب للحاجه اللي انا هتكلم فيها، الحاجه اللي انا هتكلم. كان واخد باله كويس جدا من هذا الموضوع. فهو عنده عين اعلاميه رائعه، حتى في لقاءاته مع الاعلام انا معاه متفق دايما بياخد باله. وحتى كانت في لقاءاته مع الصحفيين دايما اللي كان بيجيب على اسئلتهم لما بيكون في مؤتمر، وهو كان كوزير للشباب والرياضه بيرد على اسئله الصحفيين. فكان دايما يهتم جدا بالسؤال اللي بيتقال بيعبر عن ايه واجابته ايه. فهو الحقيقه عنده حس اعلامي كبير جدا، واضح جدا يعني جدا. معلش انا اسفه ان حضرتك كنت بتتكلم على لجنه الانضباط. الحقيقه الاستاذ عبد الفتاح سالم طبعا اللي كان مشرف على البرنامج بيفكرني ان المخرج محمد ابراهيم زميلنا طبعا رئيس البرامج طبعا
انا بشكره والله. رئيس تمام. البرامج الرياضيه بالتلفزيون. ودي حاجه مهمه جدا. كان موجود ايضا في لجنه الانضباط وحد برضو يخليني اقول ان الاستاذ محمد ابراهيم مش مجرد انه مخرج معدي عليه كده، لا ده كان من المخرجين اللي كانوا من اول برنامج الكاميرا في الملعب في اللي كان بيجي زمان، وكان موجود فيه، يعني اقصد بلغه الكوره كده زي ما احنا بنتكلم في الرياضه، الراجل جايبها من تحت يعني حقيقه يعني جايبها زينا كلنا الحقيقه. بس المهمه مش سهله والله، بشكل كبير جدا ويستاهل الحقيقه هذه المكانه. ده بنبارك له، مهمه يعني هم اهلها. صحيح. في ملفين كنت حابب اتكلم فيهم لو الوقت يسمح. طبعا اتفضل. غدا توزيع جوائز الافضل في مدينه مراكش في المغرب. قلنا على طبعا مليون مبروك لسياده الرئيس، مبروك لفخامه الرئيس. طبعا يستاهلها طبعا. في الافضل محليا داخل القاره 3 من مصر، زيزو، 2 من مصر، زيزو وحسين الشحات وحارس مرمى صن داونز، تمام، تقريبا اسمه ويليامز، لتوزيع للفوز بجائزه الافضل. وجود 2 من مصر ده شيء رائع. ايضا الاهلي والزمالك والترجي وصن داونز من ضمن الانديه المرشحه الافضل برضو. وجود اهلي والزمالك ده شيء رائع. 3 مدربين استبعدوا كولر بصراحه. كان في بقى مدرب الكونغو اعتقد سباستيان دي صبر، وده درب عندنا لو انت فاكر الاسماعيلي دي صبر طبعا الاسماعيلي. وفي مدرب جنوب افريقيا، وفي مدرب كوت ديفوار. هم ال3 مرشحين للفوز بافضل. نتمنى بقى ان شاء الله ان المركز الاول والثاني في افضل لاعب محليا، طبعا انا استبعاد محمد صلاح بالنسبه لي علامه استفهام. اعتقد انه اشرف حكيمي مرشح للفوز بجائزه افضل لاعب خارج القاره مع باريس سان جيرمان، عامل انجازات، لكن استبعاد محمد صلاح انا شخصيا مش لاقي له معنى. يعني تستبعده ازاي؟ ده راجل مكسر الدنيا في اوروبا. ده ما دخلش في القايمه خالص. دي كانت علامه استفهام بالنسبه لي. ان شاء الله يعني نبارك لاشرف حكيمي لان هو الاجدر يعني خارج القاره، وسواء زيزو او الشحات ان شاء الله، ده مصري وده مصري، اللي يفوز بيه بنبارك له. وطبعا مدربين بعاد عننا، فاللي يفوز الله يسهل له. ده حدث بكره ان شاء الله هتنقله معظم القنوات الفضائيه في 9 مساء. الموضوع الثاني كان في تكريم للافضل عربيا من قبل اتحاد الثقافه الرياضيه وحضور الدكتور اشرف صبحي في احد الفنادق الكبرى. وكان حدث مهم لانه الافضل رياضيا والمؤثر من بعيد عن كره القدم في الالعاب الشهيده. فكان من مصر طبعا الحدث ولا حرج يعني ساره سمير، وكان الجندي، كانت حفله رائعه. وكان في من ناس من البحرين اعتقد برضه في من ضمن الناس معذره الناس اللي هم في الاتحاد نفسه في البحرين ومشاركين، ناصر محمد الصحفي الكبير ومحمد اسماعيل زميله ده في المكتب التنفيذي، كانوا عاملين شغل هايل وعاملين جايزه تميز كان فاز بها محمد يوسف العويني، ده من قطر. فكان في كوكتيل كده. وهذا الاتحاد، اتحاد الثقافه الرياضيه العربيه محلي وعربي، بيدعو الى حاجه مهمه ياما نادينا بها، اللي هي نبذ التعصب، وان كره القدم رياضه اخلاق، الرياضه كلها اخلاق. فدي كانت لفتت نظري، ان كنت موجود طبعا في الحفل، الدكتور اشرف صبحي كان موجود. فكان بصراحه اسمه محمد يوسف المانع القطري، اللي هو خد جائزه يعني جائزه الموسم او الجائزه الكبيره يعني. واهدى برضو ده جائزه للدكتور اشرف صبحي. كانت حاجه، وناس من الاردن وناس من البحرين وناس من السعوديه ومش عايز يعني اسماء كتير. فده حدث لفت انتباهي. هذا الاتحاد الذي يعمل على تكريم المؤثرين رياضيا في الالعاب الشهيده شيء كويس جدا. اكيد. وانه يكرم شخصيات اعلاميه وشخصيات رياضيه من كل الدول العربيه، فشيء كويس جدا. بحيي هذا الاتحاد بقياده زميلنا اشرف محمود. انت حضرتك عارف الاستاذ اشرف يعني عامل شغل جيد. دول الحدثين اللي لفتوا انتباهي، كان لازم يعني اتكلم عنهم. شوف انت عايز اتكلم في ايه، تحت امرك بقى بعد كده. لا يعني انا يمكن ما عنديش حاجه اتكلم عنها اكتر من اتحاد الكره والقرارات الاخيره اللي خدها. راي حضرتك فيها؟ يعني هي مرحله جديده مع المهندس هاني ابو ريده اتحاد الكره وعضو المكتب التنفيذي في الفيفا. يا رب كده يكون قرارات في صالح الكره المصريه.
يعني عاوزين الكره المصريه يبقى فيها استقرار، ويبقى فيها، انا اعتقد انها قرارات جيده تمام، لانه عمل تغييرات في حاجات داخليه كويسه. حتى المتحدث الاعلامي جاب متحدث الاستاذ اسامه اسماعيل. فان شاء الله منتظرين، هو بيقول مرحله جديده، وهو فعلا كل السكواد اللي معاه او القايمه باستثناء خالد الدندل كلهم يعني يعتبر اول مره في اتحاد الكره. حماد الشربين كان في منطقه القاهره، ابو العينين يعني برضه، يعني نتمنى انه تبقى في مرحله جديده ومهمه في صالح الكره المصريه، اتمنى ذلك يعني. بس مش عايزين نحكم دلوقتي، بعد فتره هنشوف. لكن استقرار المنتخب مهم، الانتخابات كلها طالما في الجهاز الفني بيحقق نتائج امشيه ليه؟ ده مهم جدا. هو قال كده، يعني الامور مستقره يعني. فكل التوفيق ليهم، منتظرين بقى الكره المصريه يعني ترتقي للعالميه ان شاء الله. احنا بننتظر الحقيقه من يعني ما بنقول يعني اسم كابتن هنا ابو ريده، فبننتظر ان احنا نبقى في حته ثانيه ان شاء الله يعني. اتمنى ذلك. نتمنى الحقيقه. خلينا في الامنيات لحد ان شاء الله ما نشوف دوت بيتحقق باذن الله. معلش اذا كنت اتكلمت في الحدثين فدول كانوا مهمين جدا. لا طبعا لان اتحاد الثقافه الرياضيه عمل شغل كويس، والحفله بتاعت اللي هي غدا برضو كان مهم جدا، فيها ناس من مصر او حاجه كويسه. فبالتوفيق ان شاء الله دايما يا رب للرياضه المصريه ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد الهواري الناقد الرياضي بالاهرام، بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني. مش عايزين نتكلم عن التحكيم شويه؟ عايز حاجه تقولها في التحكيم؟ طبعا اتفضل. مرحله جديده في التحكيم، يا رب الاخطاء اللي حصلت قبل كده ما تبقاش موجوده او تقل. ما انا عشان كده سالت حضرتك على قرارات اتحاد الكره. كان من ضمنها التحكيم ده اللجنه كلها اتغيرت والله. طيب انا مش عايز احكي غير لما اشوف. طب لما اشوف انا يا رب كده ابعد عن الانتماءات والالوان. العدل اساس الملك. طب ده حضرتك بتوجهه لجنه التحكيم ايوه صحيح. ده مش لجنه التحكيم، للاتحاد كله. العدل اساس الملك، ابعد عن الالوان والانتماءات تنجح في مهمتك. ده مبدأ صحيح. في حاجة تانية أنا أغفلتها قبل ما نختم؟ لا والله. في حاجة تانية حضرتك عايز توصلها أو رسالة يعني عايز تقولها؟ لا يعني سعيد برضو قرارات المجلس الأعلى للإعلام مهمة جدا، بس تطبق على كل القنوات إن شاء الله. ده مهم جدا إن شاء الله. مفيش حاجة إن شاء الله. أستاذ محمد الهواري بشكرك، شرفتني ونورتني يا فندم. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بشكرك. شكرا. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع نستقبل كابتن محمد رمضان الصغير، خليكم معانا أصدقاء الملاعب.